نبدأ هذه الأمسية الرائعة احتفالا باليوم العالمي للقدس. أقف أمامكم ليس فقط بصفتي السفير الإيراني ورئيس المصالح الإيرانية في مصر، بل بصفتي صوتا للقضية الفلسطينية، وهي قضية لها صدى عميق في قلوب الملايين حول العالم. هذا اليوم الذي سنه الإمام خميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإيرانية المبجل هو بمثابة تذكير مؤثر بمسؤوليتنا المشتركة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي عانى من عقود من الاحتلال والظلم. تحتسب القدس ومعناها نلتقي، نجدد أملنا الذي لا ينقطع في أنها ستعود يوما إلى أصحابها، إلى أمتها، ونجدد العزم على أن نبذل ما نستطيع لكي تتحرر فلسطين وتعود القدس. في خلال الشهور الماضية حصل تغيير كبير داخل الشعب الغربي سواء في أوروبا أو في أمريكا، بصورة خاصة مشرقة طبعا في أوروبا، إن الحكومات بقوا في وادي والشعوب في وادي تاني. الحكومات ما زالت لسه مدعمة لإسرائيل ومدعمة لأوكرانيا ومدعمة كل الحاجات اللي هي الاتجاه الغربي، لكن القضية الفلسطينية الشعوب بقت مناقضة تماما. معنى القدس طبعا بالمعنى الديني هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، فله مكانة خاصة لدى كل المسلمين، وأيضا لدى الإخوة الأشقاء المسيحيين لهم معنا نصيب في القدس، لكن لا توجد شراكة مع أي دين آخر. لذلك عندما نحتفل بيوم القدس بنعرج ونركز على القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي القدس والقدس هي القضية الفلسطينية. عندما نقول الاحتفال بيوم القدس العالمي هذا يعني بالدليل القاطع أننا ونحن نريد تحرير القدس نريد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. ويوم الأقصى هو يوم عالمي طبعا يتم إحياؤه، وأكثر من أحياه في مصر، وأنا يعني لم أستحي أن أقول هو اليوم الذي أحياه هي سفارة العلماء. لم أجد أبدا شخص في مصر أحيا ذكرى يوم القدس سوى معالي السفير. ودور إيران هو دور قوي جدا في دعم القضية الفلسطينية. لا نستطيع أبدا الحديث عن الأقصى دون ما نتحدث عن دور إيران فيه.